عرفنا شكون اللي انشا ما يسمى بجين زد 212، وشكون هو البوس اللي كاين وراء الكواليس واللي دائما كيغير الصوت ديالو. وكذلك عرفنا شكون هي الجهه اللي كتدعم هاد جين زد 212 وما بغاتش المغاربه يعرفوها. باش تعرفوا التفاصيل اكثر خليكم معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي، تحيه طيبه للجميع، تحيه لكل السيدات والساده المتابعين الاوفياء ديال قناه خوكم بدر مفتاحي. الحمد لله كشف الله عز وجل واحد السر كان مبهم على بزاف ديال الناس، وهو قضيه ما يسمى بجين زد 212 اللي كاينه في ديسكورد، واللي تحولت من منصه ديال الالعاب الى منصه ديال التهييج والتجييش ضد المغرب والمغاربه وضد النظام العام للمملكة المغربية. وصلت إلى درجة التخريب ومحاولة السطو على أسلحة وظيفية ديال الدرك الملكي في القليعة. لهذه الأحداث كلها كان من موراها واحد المجموعة ديال الناس وكذلك مجموعة ديال الجهات. قبل ما نبداو بطبيعة الحال كيما هي العادة، اللي ما مشتركش معنا في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. وكذلك اللي باغي يتواصل معنا أو يدعم المحتوى الذي نقدمه غادي تلقاو جميع المعلومات في صندوق الوصف أسفل هذه الحلقة. كما شفتوا إخواني أخواتي، هذا مدى تقريبا جوج ديال الأسابيع دابا ولا جوج ديال الأسابيع ونص نط واحد المنصة ديال الألعاب اللي هي ديسكورد، وبانت فيها واحد القناة نقدروا نسميوها صفحة، نقدروا نسميوها سماو راسهم جين زد 212. جين زد بمعنى الجيل او الجينيراسيون ديال زد، اللي هي جينيراسيون ديال الشباب اللي كتبدا من 2000 حتى دابا. الاعمار ديالهم كتبدا تقريبا من 16 سنه وما دونها حتى 30 سنه. ما عرفتش واش من 30 سنه داخلين في جين زد ولا لا، ولكن المهم هي فئه الشباب. والتساؤل الاول اللي كنا طرحناه على هاد الجين زد هو علاش بالضبط اختاروا يكون الكلام ديالهم موجه فقط لفئة الشباب؟ علاش ما اختاروش مثلا يبانوا في منصة ديال اليوتيوب مثلا، او يبانوا في المنصة ديال الفيسبوك اللي هي منصة كبيرة وفيها الحضور ديال مختلف شرائح الشعب المغربي؟ علاش مثلا ما اختاروش منصة ديال اكس اللي ربما النخبة المغربية اللي فيها نخبة سياسية او تتفهم في السياسة او كيعجبها تهضر في السياسة؟ طيب علاش مشاو للمنصة ديال ديسكورد؟ وعلاش بالضبط قصدوا الفئه ديال الشباب؟ هذه الاسئله كلها طرحناها في الاول، من بعد غادي نكتشفوا الاجوبه على هذه الاسئله.